مرحباً بك في بودكاست لنتحدث عن ذلك الذي تقدمه منصة لها. منصة إلكترونية مفتوحة حيث يمكن للفتيات المراهقات والنساء الحصول على معلومات عن صحتهن وسلامتهن وعافيتهن. محتوانا مبني على المعرفة العلمية لأغراض التعليم فقط، ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن العلاج أو الاستشارة المتخصصة. اسمي ماريا، وسنتكلم اليوم عن الأساطير الشائعة عن جسم الرجل، ولا سيما عن العضو الذكري. فيما يلي بضعة أسئلة مع إجاباتها لمعلوماتك. هل هناك معدل وسطي لحجم العضو الذكري؟ هناك عدد كبير من الأحجام وكلها طبيعي، تماماً مثلما لكل امرأة أو فتاة جسد متميز عن الأخريات، كما أن جزءاً كبيراً من العضو الذكري يتوضع داخل الجسم، والجزء الظاهر منه يختلف بين رجل وآخر. هل يختلف حجم العضو الذكري مع تقدم الرجل في العمر؟ مع تقدم الرجال في العمر قد تؤدي التغيرات الهرمونية والدموية والعصبية إلى تغير في الرغبة والدافع الجنسيين لديهم، ولكن لا يوجد دليل يثبت أن شكل العضو الذكري المنتصب يتغير. هل يصاب الرجال بأمراض معدية أيضاً؟ أجل، يمكن أن يصاب الرجال بأمراض فطرية وبالتهابات المسالك البولية أيضاً. ما هو الانتصاب؟ الانتصاب هو تصلب يحدث في العضو الذكري عند امتلاء نسيجه الإسفنجي بالدم، وعلى الرغم من أن بعض حالات الانتصاب تنجم عن الإثارة الجنسية، فإن حالات عديدة من الانتصاب تحدث دون سبب معين، والانتصاب وظيفة طبيعية تماماً في الجسد الذكري. هل يمكن أن يحدث الانتصاب مرات متعاقبة؟ لا يحدث ذلك عادة لدى الرجال، لأنهم بحاجة إلى بعض الراحة بين انتصاب وآخر، وهذه تسمى فترة الخمول. إذا كان لديك أسئلة أخرى أو ترغبين بالتحدث إلى شخص ما، يمكنك زيارة لها.org للتواصل مع مقدم الخدمات عبر زر البحث عن الخدمات أو استكشاف المزيد من المواضيع باستخدام وظيفة البحث.